دقيقة عفوا اسمعني، لا تقعد تتفلسف، أنت نجم في فترتك ما وصلت منتخب بلادك كأس العالم، لا تجي تقول لي والله مطلوب منك لا 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 هذا لا دخل، لا هذا لا دخل يونس. شوف أنا أول مرة أشوف ناس منظمين كأس العالم أيوة. داخلهم انهزاميين. لا مش انهزاميين، احنا أقوى منك ومن 20 واحد غيرك. شوف الصبر اللي فينا، شوف الصبر اللي فينا والقوة اللي فينا والتفاؤل اللي فينا، احنا كلنا ساعدنا وساهمنا في إنجاز هذا البلد. واحد احكي على طوبة. لا الطوبة اسمعني، الطوبة لا يونس الطوبة طالب منها. إذا أنتم مدفوعين الثمن فرجاء لا توجهوا ما زالت تقول احكي أنا ما زالت تقول لي ليش اقطع الصورة عنه اقطع. يعني شر البلية ما يضر والله العظيم. يعني دائما في كل انا حتى بال 2019 كابتن طلعت في احد البرامج وانتقدت ليش انتم في كل البطولات يعني خاصة هسه يونس يدز لي مسج يدز لا هذا مسج يونس يقول مع الاسف عليك طلعت مو رجال. لا والله رجل منك يا يونس. تدري ليش؟ لان دافعت عنك ساعة كاملة وطلعت تتهمني باني انا مدفوع الثمن وبيني وبينك القضاء. احنا بهاي المحافل الاقليمية العربية حتى الاسيوية دائما ما يثيرون المشاكل. صح. انا رسالتي الى كابتن عدنان اللي اتمناه مشاكل الاخوه بالاتحاد ارجو ان تبعدها عن المنتخب. يا اخي انتم رايحين اكثر من الجمهور. الاتحاد كله رايح هناك، انت ابقى بس انت والباقي خليهم يرجعون. هي مو سفره سياحيه، يعني انتم رايحين مره واحده مو اول مره جاي تاثرون. يا اخي هاي النقطه الثانيه، انتم ما شايفين كاميرات؟ شنو هالتصريح؟ كل ساعه واحد طالع لي مصرح او كل ساعه واحد يحكي لي بالامور الفنيه ويتدخل بالامور عمل الاتحاد العفو عمل المدرب. يا اخي شويه قعدوا تفترون ورا القنوات. انتم ايش عندكم؟ قعدوا انت لك مكانتك وشخصيتك واحترامك. انت ايش عندكم رايحين الاتحاد كله رايح هناك؟ ايش رايحين تعذرون؟ شو رايحين انتم كلكم مشاكل هسه بدت. يعني هسه هو مثلا كابتن يونس او مثلا كابتن عدنان هاي المشاكل ما تقدرون تحلوها؟ زين انت اوكي هسه قناه عراقيه جدتك لازم انت تتكلم وياها بكل ادب واحترام. هذا يونس محمود الان على الهواء سب وشتم. هذا والله هذا يونس محمود الان على الهواء ما مجاوب. يونس محمود الان على الهواء مباشره سب وشتم وانت ضد العراق. هاي انت تقيمنا تقول احنا ضد العراق. انت ضد تقييم منك. لا هاي الامور خليها هيك علي. كل شيء جابوا اسم هذا رجاء. يعني هاي الامور يا كابتن عدنان الله يخليك ابعد هاي المشاكل عن المنتخب. عندنا استحقاق، عندنا بطولة الخليج، تطلعات الشارع كلها يردون البطولة. عندنا اهم من بطولة الخليج مع يعني عندنا نهايات كاس العالم نريد نصعد. ما يصير هاي المشاكل تثيروها في الوقت الحاضر. اتركوا هاي المشاكل، رجعهم ورجعوا لبغداد. يعني الا الناشد رئيس الوزراء ها والله العظيم ما يصير. ثاني شيء انت مثلا هسه لا تطلعون بالقنوات، انتم مو من حقكم تطلعون. ما يصير تطلعون تحجون فتنه ورايحين كلها رايحين بالممر مال الصحفي هناك الصحفيين وتصرحون. ابقوا قاعدين انت بالمقصوره ايش نزلك بالممرات. ما يصير اي واحد يجيك تسوي وياه لقاء. قعدوا شويه قعدوا وشويه تعلموا بالعمل الاداري. لا تخلونا ننتهز. احنا جاي كنا واقفين بظهركم، كنا داعميكم، كنا مسانديكم. لا تخلونا ننتقد، من ننتقد ترى تتفلشون. كنا داعميكم، كنا مسانديكم. لا تخلونا ننتقد، من ننتقد ترى تتفلشون. ما يصير لان عمل الخطا نقول عمل خطا. انتم شنو روحتكم كلكم اعضاء الاتحاد كلكم رايحين بالتمرين مسطرين كلكم. شو تسوون؟ نور هذا السؤال الاخير وقف يونس. يعتذر يونس ولا لا؟ يعتذر يونس ولا لا؟ علي اعطيني مجال اذا تسمح لي علي. يعتذر يونس ولا لا؟ هذا السؤال الاخير. ما تخليني احكي انت. يعتذر عن كلامه ولا لا؟ يعتذر عن كلامه ولا لا؟ وقناه اي نيوز مو مدفوعه الثمن. يعتذر ولا لا؟ هذه الكلمه اتمنى انه تتوضح اكثر
فتسحب الكلمه فقط ما نريد منك. مدفوعة الثمن. مدفوعة الثمن طبعا من اطرد لي يونس. ما زالت تقول اطرده. احكي يعني اطرده. ما زالت تقول لي ليش اقطع الصورة عنه. اقطعها. لا بعد كمل اقطع. اكثر من اسم والله. اقطعها. كابتن عدنان مازن اقطع يونس. انت ما تستحي وما تخجل وحرام واحد يدافع عنك. صار لنا ساعة هنا ندافع عنك، باقي البرامج شرحتك الشرشح، شرحوك. بس انت تعتقد اني مع عدنان درجال ضدك او هذا السؤال ضدك. والله 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 ما تستحق واحد يدافع عنك. اخي مدفوع الثمن شنو؟ مدفوع الثمن شنو مدفوع الثمن؟ اتهمتنا بان احنا مدفوعين الثمن. بيني وبينك القضاء، لان انت ما تخجل وما تعرف تحكي، وحرام المنصب اللي انت بيه. لا انت ولا عدنان درجال ولا الاكبر منك والاكبر منك والاكبر منك. اذا احد غاسل دماغك بعض الامور بالرعايات وبغيرها وبغيرها، فعدنان درجال اذا بحظ يجيب رعايات لاتحادك اللي انت نايم للعصر وما تعرف الصاير بيه. انت استاذ بالتصريحات فقط وبالشو فقط. انت تستحق الان كل كلمه اقولها عليك، وحرام حرام حرام كل كلمه دفاع حكيتها عنك الان. احنا مو مدفوعي الثمن، واعرف شلون تحكي واعرف موقعك وحجمك. وان لم تستح فصرح ما شئت.